هنكمل مع بعض بقى يا شباب شابتر 1 في القصة بتاعتنا. زي ما قلنا احنا لغاية دلوقتي الوزارة ما حددتش هل هي هتيجي عليها أسئلة في الامتحان ولا لأ. طب يا مستر ما نستنى اما الوزارة تعلن ونبقى ناخدها كلها مرة واحدة؟ طبعا مش هتعرف تفهم، هي ست شباتر كل يونت مع شابتر، فمش هتقدر تفهمها طبعا الكم ده كله، فهناخدها من دلوقتي كده جزء جزء تبقى بسيطة. جه أسئلة فيها تبقى لذيذة، ما جاش أسئلة يبقى ما خسرناش حاجة. نبدأ مع بعض. بيقول شابتر 1: زينة، يبقى في بنت اسمها زينة was a new student at a preparatory school، في مدرسة إعدادي. She was always curious. قلنا يعني إيه curious؟ يعني كان عندها فضولية. And liked to notice everything around her. ده الديفينيشن بتاع الشخص الكيوريوس الفضولي، إن هو بيحب يلاحظ كل حاجة حواليه. يبقى notice يعني يلاحظ everything around her. On her first day، في أول يوم ليها، she looked around the school playground. بصت حوالين الملعب بتاع المدرسة. It was large but empty. قلنا البه دي ما بتتنطقش، يبقى empty and gray. The ground was all concrete. concrete قلنا يعني خرسانة، كان معمول من الخرسانة. الأرضية بتاعته كانت معمولة من الخرسانة، من الأسمنت يعني. And there were just a few old benches. benches دي قلنا المقاعد، كان في مقاعد قديمة محطوطة في الملعب على جنب كده، حاططها لك اهو في الصورة. Students threw their trash. رموا القمامة on the ground. كان بيرموها على الأرض. And no one seemed to care. ومحدش كان مهتم. This place could be so much better. زينة thought. يبقى زينة كانت بتفكر إن ليه المكان ده ما يبقاش أحسن؟ ليه الناس رامية زبالة كده ورامية القمامة في كل مكان؟ This place could be so much better. She had an idea. كان عندها فكرة. But she didn't know if anyone would listen to a new student. يعني انت لما تبقى، هل مثلا مدير المدرسة ممكن يسمع لطالب لسه في أولى ابتدائي يقول له فكرة؟ أكيد صعبة شوية. At lunch، في موعد الغداء، she sat with her new friend Nancy. قعدت مع صديقتها الجديدة. صديقتها الجديدة دي اسمها ايه؟ نانسي. He was kind and always honest. honest يعني ايه؟ كانت صادقة أو أمينة يعني. About how she felt. يعني زي ما بيقولوا اللي في قلبها على لسانها، كل اللي بتحس بيه بتقوله على طول، ما بتكدبش، ما بتلفش وتدور. I don't like this area. أنا مش عاجبني المكان ده. نانسي قالت أنا كمان المكان ده مش عاجبني. It's a little depressing. المكان ده محبط. قلنا الفرق بين تاني بنكرر اهو، الصفة اللي آخرها ing اللي بتسبب الشيء. محبط، المكان ده محبط. أنا بقيت إيه؟ اللي شاعر بالصفة، اللي شاعر بالإحباط. depressed. What if we planted a garden؟ ايه اللي هيحصل لو احنا زرعنا الجنينة دي وحطينا فيها زرع وبقت مكان نظيف وجميل؟ نانسي looked surprised. نانسي بدت مندهشة. قلنا look بيجي بعدها صفة. surprised هنا بمعنى مندهشة. a garden الحديقة. do you know how to grow plants؟ ازاي نقدر نزرع؟ not really. في الحقيقة لا. زينة said قالت ان هي لا ما تعرفش في الحقيقة. showing honesty عشان قلنا ان هي صادقة، ما بتقولش حاجة غير الصدق. but I wanted to learn. عايزة اتعلم. we could learn together. ممكن نتعلم مع بعض. the idea stayed in زينة mind. في عقل زينة وعلى بالها طول اليوم. she imagined students. قلنا ملحوظة ان imagine بمعنى يتخيل، يجي بعدها الأوبجكت. أوبجكت اللي هو المفعول، يجي بعدها الفعل مضاف له ing. يبقى she imagined students تخيلت الطلاب eating lunch بياكلوا الغداء among flowers في وسط الورد كده والزرع and maybe even vegetables وكمان خضروات. she imagined students being proud of. قلنا proud بيجي معاه حرف الجر ايه؟ حرف الجر of بمعنى فخور بيه. She knew the idea wasn't easy. كانت عارفة إن الفكرة مش سهلة. It would need time. كانت هتحتاج وقت وعمل جاد hard work ومساعدة كتير وmoney كمان and even money. But something inside here. بس في حاجة جواها. قالت إيه بقى؟ التعب ده، هل الحاجة دي تستحق التعب ولا لأ؟
دايما وانت بتعمل اي حاجه في حياتك لازم تحسبها صح وتشوف الحاجه دي تستحق التعب والمجهود اللي انت بتعمله ولا هي مش مستاهله وانت بترمي مجهودك ده على الارض. دي حاجه عموما في الحياه. يبقى قالت هل it was worth it، هل هي بتستحق. Maybe just maybe this garden could be more than just a place. ممكن يكون أكتر من مكان. It could be a way to bring the school together. إن هي تبقى مكان بيجمع الطلاب كلهم يقعدوا فيه يستمتعوا بوقتهم ويقعدوا في وسط الزرع وياكلوا فيه زي ما قالوا. عندنا بقى أسئلة كده مع إجاباتها. بيقول why did زينة feel sad when she saw the playground؟ ليه؟ عشان الملعب كان قذر، كان فيه قمامة مرمية فيه، التراش كانت مرمية على الأرض. يبقى because it was empty and dirty، وكان فاضي ما فيهوش اماكن يقعدوا عليها. What idea did زينة have؟ ايه الفكرة اللي كانت عند زينة؟ to make a garden at school، ان هم يعملوا حديقة في المدرسة في الملعب بتاع المدرسة. Why wasn't زينة sure anyone would listen to her؟ ليه ما كانتش مصدقة ان ممكن حد يسمعها؟ قلنا لان هي سنها صغير، طالبة صغيرة. because she was a new student، وطالبة جديدة. What did Nancy think of the garden idea؟ ايه كان رأي نانسي في الفكرة بتاعت الحديقة؟ قلنا كانت مندهشة. she was surprised. How did زينة show integrity؟ قلنا integrity يعني نزاهة. يعني ايه نزاهة؟ يعني واحد يبقى نزيه، يعني بيقول ايه، يعرف ايه وما يعرفش ايه، ما بيحورش، ما بيقولش حاجة مثلا هو مش عارفها يقول لك ده انا اجمد واحد يعملها. يبقى she admitted she didn't know but wanted to learn. هي كانت اعترفت ان هي ما بتعرفش تزرع بس عايزة تتعلم. حد غيرها الشعب المصري اغلبه يقول لك ده انا احسن واحد يعرف يزرع. What are some small actions a student can take to improve their school environment؟ ايه الحاجات الصغيرة اللي الطلبة ممكن تعملها وممكن ان هي تحسن من البيئة بتاعتهم؟ They can clean the place and plant flower. ممكن ينظفوا المكان ويزرعوا ورد. ده صح وغلط بقى. زينة felt that the school playground was full of life. لا، ده قالت لك ده empty، فاضي، ما فيهوش حاجة، يبقى دي false. زينة wanted to plant a garden also she didn't know much about planting. كانت عايزة تزرع على الرغم ان هي مش عارفة الزراعة بتتعمل ازاي وقالت هتعلم، يبقى دي true. Nancy was a dishonest person. يعني ايه dishonest؟ يعني شخص مش امين. لا، دي كانت امين، ده هي اعترفت ان هي ما بتعرفش تزرع، يبقى دي false. زينة believed that the garden could bring the school community together. ان هم هيقعدوا مع بعض في الجاردن ويتجمعوا. true. Why do you think زينة wanted to improve the playground؟ ليه كانت عايزة تحسن من الملعب؟ عشان هي كانت عايزة تخلي المكان جميل أكتر وكلين ونضيف. How can small ideas like planting a garden، إنك تزرع حديقة، بتأدي lead to يعني يؤدي إلى، يبقى lead to بمعنى يؤدي إلى. بتؤدي لتغيير كبير، يبقى because تاني نقرا السؤال ده تاني. How can small ideas، الأفكار اللي هي الصغيرة، بتؤدي إلى تغيرات كتير في المجتمع عشان they encourage people to work together which can lead to a bigger improvement. يعني ممكن فكرة تبدأ بفكرة صغيرة قوي، لما ناس كتير تعجب بيها وتتشجع ان هي تعملها تتحول لحاجة كبيرة. يعني مثلا لو احنا في شارع مثلا وفكرة صغيرة، واحد جات له فكرة ان هو يزرع شجرة قدام بيته، لو كل الناس اتشجعت ان هي تعمل كده الشارع كله بقى نظيف وجميل ومليان شجر. على الرغم ان هي بدأت بفكرة صغيرة واحد بس نفذها، كل الناس كلها بدأت تقلدها وتعمل زيه وتشجعوا ان هم يعملوا زيه. تمام. نبدأ نروح على الجزء بتاع السكيلز، نشوف السكيلز الموجودة في اليونت عندنا ايه. نقلب حبة كمان، خليكم معانا متزهقوش. ده عندي الجزء بتاع السكيلز. ايه السكيلز ده؟ بيقول لك using conversational language. عايز يقول لك ازاي تعرف تدير حوار مع صديقك، تتكلم معاه ازاي، تعمل conversation ازاي تسأله سؤال وهو يرد عليك، تفضلوا ترغوا مع بعض ازاي. بيقول لك when you are talking with friends، لما بتتكلم مع اصحابك use friendly phrases،
تستخدم بقى، هل وانت بتكلم صاحبك تكلمه بعنف او تزعق له، ولا في حاجات معينه المفروض تستخدمه؟ المفروض تتكلموا بلغه فريندلي. يعني ايه فريندلي؟ ودوده، تبين ان انتوا اصدقاء. زي ايه؟ that's cool، هذا رائع. I can see that، استطيع ان ارى ذلك. خلي بالك ان I see ليها معنى تاني غير ارى. ممكن تيجي بمعنى ايه؟ ممكن تيجي بمعنى انا افهم، فاهمك انت بتقول ايه، يعني تبقى بتساوي understand. نصيحة بقى، بيديك نصيحة وانت بتعمل محادثة، use positive body language. يعني خلي بالك وانت بتتكلم دايما، وانت بتعمل presentation، اما تخش الكلية ان شاء الله هيطلب منك ان انت تعمل presentation تكون بتشرح فيه جزئية او حاجة، دايما بيقولك استخدم البادي لانجوج. البادي لانجوج دي اللي هي اللغة الجسدية، تبقى بتحرك ايدك وانت بتتكلم برضو بطريقة مناسبة، عشان ده بيخلي الكوميونيكيشن، التواصل احسن. يبقى تبدأ تستخدم positive body language، ويبقى في اي كونتاكت، يعني الجمهور الاودينس اللي بيسمعوك اللي قاعدين قدامك دايما تبقى عينك في عينيهم، وفي تواصل بصري ما بينك وما بينهم. ده بيساعد this helps the other feel heard, new line and valued. بيحس ان هو رأيه مسموع والناس بتقدره. تمام كده؟ تمام كده. عندي بقى حاجة اسمها الديسكريبتيف باراجراف، او دي الفقرة الوصفية. ايه الديسكريبتيف باراجراف ده؟ ده اللي انا بوصف فيه شيء. يعني ايه بوصف فيه شيء؟ يعني انا زرت مثلا النهاردة المتحف المصري اللي هو الجديد، متحف الحضارة، فرجعت فعايز اكتب ديسكريبتيف باراجراف عن المتحف اللي انا زرته. فهوصف المكان بقى، هقول ده انا زرت تماثيل كبيرة والمكان ضخم وسعر التذكرة كذا وشفت كذا والمرشد السياحي حكى لنا كذا. ده اسمه ديسكريبتيف باراجراف، بوصف بيه. يبقى بتحط الاول توبيك سنتنس، دي الجمله الرئيسيه للموضوع، بتحط في الاول جمله واضحه عن الحاجه اللي انت زرتها او الحاجه اللي انت عايز توصفها. بعدين تزود ايه بعد التوبيك سنتنس؟ الاكسبلانيشن، الشرح. بعدين تحط ايفيدنس، ادله. بعدين تنهي بقى، تحط اندنج سنتنس، النهايه اللي هي الجمله الختاميه. ادي مثال بقى نفهم يعني ايه. ده مثال على باراجراف ديسكريبتيف اهو. في التوبيك سنتنس الجمله الرئيسيه قال لي ايه؟ قال لي I stand for kindness, honesty and responsibility. انا بكون بشوف ان في طيبه وهونستي ومسؤوليه and these values helped have shaped my personal identity. يعني الصفات دي شكلت الهويه الشخصيه بتاعتي. دي اهي اول جمله. الشرح بتاعها بقى اشرحها ازاي او اجيب ادله عليها او اشرح الجمله اكتر. بقول لك I believe that، انا اؤمن او معتقد ان showing respect، انك تظهر احترام and تكون caring. يعني ايه caring؟ يعني مراعي. have helped me build trust with others، يكون في ثقة بيني وبين الناس. These actions have also shown that I value fairness يعني عدالة in my daily choices، أنا بختار اختياراتي اليومية بعدل. هحط evidence بقى، هحط دليل. إيه الدليل على الكلام اللي فات ده؟ بدي لك مثال أهو. I have helped my classmates، بيدي مثال بقى على اللي فات، بيدي مثال إن هو شخص بيهتم باللي حواليه. ساعدت classmates، زمايلي في الفصل with their work، في شغله. and I have shared my notes with friends، وشاركت الملاحظات مع أصدقائي who have been absent. النوتس دي اللي هي الحاجات اللي هو سجلها ورا المدرس، هم كانوا غايبين فكان بيشرح لهم المدرس قال ايه. I have been trusted by my teachers، والمدرسين بتوعه بيثقوا فيه because I have always completed my tasks honestly، عشان انا دايما بكمل الواجب بتاعي وبعمله بأمانة ما بغش. My experiences، التجارب بتاعتي الحياتية have taught me that being brave، انك تكون شجاع، وkind يعني طيب او عطوف can make a difference in people's lives، هتعمل تغيير. قلنا make a difference يعني يحدث فارق، يعني يعمل تغيير. ending sentence: these actions and choices have been important in my life. الخاتمة بقى، ان كل الحاجات دي كانت اختيارات مهمة في حياتي، وورولي ان الطيبة والصدق are strong parts of my identity، اجزاء مهمة في شخصيتي. ده كده كان جزء السكيلز بتاعنا، جزء لذيذ، والشابتر برضو بتاع القصة لذيذ جدا ما فيهوش مشاكل.
السكيلز بيقول لي ازاي اكتب حاجه ديسكريبتيف، اوصف حاجه في شخصيتي، حاجه مكان زرته، كل ده اسمه ديسكريبتيف باراجراف. لما تكبر اكتر في ثانوي بيبقى ايسي بقى، في حاجه اسمها ديسكريبتيف ايسي، مقال كامل وصفي. تمام كده يا شباب؟ تمام. طبعا الجزء ده احنا هننزله لطلابنا على المنصه، وبرده لطلابنا الموجودين على اليوتيوب، عشان الجزء بتاع القصه ده هم قلقانين منه شويه، مع ان هو سهل جدا ولذيذ ما فيهوش اي حاجه. طبعا الشرح بالتفصيل بيكون بقى على منصتنا، شرح الجرامر والكلمات وكل ده وحل الوجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.